الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في قناة اونتيوب. النهارده ان شاء الله هنبتدي في شرح دالة sum if s، ودالة sum if s شبيهة من دالة sum if، ولكن اختلاف حاجة واحدة بس، ان دالة sum if لو حضراتكم تفتكروا ان هي كانت بتعتمد على الجمع بس بمعيار واحد. ان انا مثلا لو عندي مبيعات زي مبيعات الموبايل دي، تمام، كنا عايزين نعرف المبيعات بناء على معيار الاسم الموظف، تمام. طب لو انا عايز اعرف مبيعات بناء على اسم الموظف في تاريخ معين، ما كانش هينفع في دالة السم اف، لان دالة السم اف ما كانش فيها غير معيار واحد، الكريتيريا اللي كانت بتبقى مطلوبه مننا خانه واحده فقط. فساعتها كنت هبقى مخير ما بين يا اما اختار خانه اسم الموظف واجمع بناء على مبيعاته، يا اما اختار بناء على خانه التاريخ، بس ساعتها مش هعرف مجموع المبيعات الخاصه بالتاريخ ده خاص بأنهي موظف. فعشان كده دالة السم اف اس بتحل المشكله دي، ان هي بقدر اجمع بناء على كذا معيار. يعني اقدر اجمع بناء على معيار اسم الموظف بالاضافه الى التاريخ المحدد اللي انا بحدده له. ومش شرط معيارين بس، الداله دي بتسمح لي ان انا احدد بناء على 127 معيار. هنبتدي نستدعي الداله. احنا الاول عايزين نطبق الداله فين؟ ان احنا نعرف مبيعات اليوميه بالنسبه اسامي الموظفين دول، وادي التاريخ اهو، ده تاريخ اليوم، ده تاريخ اليوم التالي، وهكذا، وبناء على مبيعاتهم اليوميه اللي كانت متسجله، تمام. بنيجي عند الخانه دي اللي احنا نستدعي فيها الداله ونطبق الداله. طبعا بنجيب الداله من اوتوسم، نختار مور فانكشنز ونكتب اسم الداله، تمام، ونعمل اوكي. اول حاجه مطلوبه مننا السم رينج، اللي هو ايه اللي احنا عايزين نجمعه. يعني هنا بيبدا ان احنا ايه اللي هو الكولم اللي احنا عايزين نجمعه، او فين الخليه اللي عايزين نجمعها. فبنحدد له الخليه اللي عايزين نجمعها، عشان دي ديلي سيلز فروم موبايل، يبقى احنا عايزين نجمع المبيعات الخاصه بالموبايل. فبنروح عاملين سيلكت على كل سيلز ونثبتها طبعا ب F4 او شيفت رقم 4 بعلامه اليوس دولار، تمام. تاني حاجه الكريتيريا رينج، اللي هو احنا عايزين نحدد مجموع المبيعات الخاصه بالمنتج ده بناء على انهي معيار. اول معيار عايزين نحدده اللي هو بناء على اسم الموظف، ونثبت اسم الموظف. نثبت اسم الموظف عشان لما نيجي نتحرك على الخليه اللي بعدها وننقل المعادله، الرينج بتاع المعيار ما يتحركش معانا، بيفضل ثابت. طيب الكريتيريا الاولى اللي هي الكريتيريا واحد. كريتيريا واحد دي المعيار خاص بالكريتيريا رينج اللي احنا حددناه. يعني حددنا الكريتيريا اول كريتيريا عندنا كنا عايزين اسم الموظف، يبقى المعيار بتاعي لما يجي يبص على الجدول يجيب المبيعات الخاص باسم الموظف، اللي هو اسم الموظف هيكون في الجدول ده. طبعا احنا ممكن نعمل سيلكت على الخليه دي وهو ساعتها هيكون اسم الموظف F3، بس احنا لما نيجي نسحب المعادله ونشدها كده عشان نسمع في بقيه الخلايا، ساعتها بدل ما هيكون F3 هيكون G3 و H3 و Y3. فاحنا عشان كده بنحدد المعيار وبنكتبه الاسم على طول عشان يثبت معانا. طبعا لما نكتب اسامي في المعادلات لازم نحطها ما بين دبل كرو اللي هي شيفت طه، ونكتب المعيار اللي احنا عاوزينه، اللي هو اول معيار عندنا احمد محمد، نكتبه طبعا نفس الاسم زي ما مكتوب بالظبط، ونروح عاملين شيفت طه اللي هي دبل كرو، تمام. ده اول معيار حددناه اللي هو اسم الموظف بناء على الرينج اللي احنا حددناه. تاني كريتيريا رينج اللي هو المعيار التاني عايزين نحدده بناء عليه، بناء على التاريخ. عايزين المبيعات دي بناء على التاريخ برضو اللي بتتوافق مع اسم الموظف، ونثبت المعيار التاني ب F4. هنثبت الرينج بتاعنا، تمام. ده الكريتيريا رينج 2. والكريتيريا الخاص بالكريتيريا رينج 2 اللي هو التاريخ، هنبص في الجدول ادي الكريتيريا اللي احنا عايزين بناء عليه هتحدد لنا المبيعات. لو نزلنا تحت بالسهم هنلاقي في كريتيريا رينج 3 وكريتيريا 3، كريتيريا رينج 4 وكريتيريا 4. دي كلها معايير الداله بتوفرهم لنا لو احنا عايزين نجمع بناء على معايير اكتر. يعني مثلا لو منتج الموبايل ده بينقسم لمنتجين، ممكن نحدد مبيعات بناء عليه. يعني مش شرط معيارين فقط، يعني دي ميزه داله السم اف اس، تمام. وندوس اوكي ونسحب المعادله كده اهو عشان نطبقها على بقيه الايام. كده ظهر لنا مبيعات الموظف احمد محمد بالنسبه ليوم 1/1/2017، وبالنسبه ليوم 2/1 و3/1 و4/1. نراجع في الجدول. يوم 1/1 احمد محمد عامل مبيعات هنا 10، ويوم 1/1 باع مبيعات تانية 30. كده المجموع ما بين يوم 2/1 محققش مبيعات، لكن يوم 3/1 فعلا حقق مبيعات 60، ويوم 4/1 حقق مبيعات 90. وبكده تكون الدالة اتطبقت معانا. هنطبق الدالة على بقية الخلايا، هنشوف هنطبقها ازاي بسرعة عشان ما نقعدش نكتب نفس المعادلات. احنا هنسحب الدالة لتحت، تمام.
وبناء عليه هنعدل في معيارين فقط هنا. اول معيار هنعدله اللي هو الكريتيريا الواحد اللي هي الخاصه بالكريتيريا باسم الموظف. يعني كنا اسم الموظف هنا كنا كاتبينه احمد محمد، احنا عايزين يبص على اسم الموظف الخاص بمصطفى دياب. هنيجي عند الفورمولا بار ونمسح احمد محمد ونكتبه اسم الموظف اللي موجود هنا، اللي بناء عليه يجيب المبيعات الخاصه بيه. تمام. ونعدل حاجه تانية اخيره اللي هي الكريتيريا رقم 2. الكريتيريا رقم 2 اللي هي الخاصه بالتاريخ. هو هنا كنا حاطين الكريتيريا رقم 2 اللي هي التاريخ واقفه على النيم بوكس جي الخاصه بالكولم جي 2، يعني العمود رقم جي مع تقاطع الصف رقم 2. فاحنا المفروض نخليها جي 2 زي ما هي، بس احنا مسحنا المعادله بتاعتي راح نزل خلاها جي 3. طبعا ما ينفعش، فاحنا نرجعها جي 2 وندوس اوكي. نسحب المعادله، هنلاقي المعادله اشتغلت معانا تمام مظبوط. نراجع برضو مبيعات مصطفى دياب يوم 1/1/20، يوم 2/1/90، يوم 3/1 ملوش مبيعات، ويوم 4/1 مفيش مبيعات خاصة بيه. نسحب المعادلة لآخر موظف ونعدل في المعيارين. أول معيار هنعدل في اسم الموظف من فورمال بار وهنخليه أدهم علي. تاني معيار نعدل فيه اللي هو المعيار الخاص بالتاريخ وهنخليه جي 2 برضو وندوس اوكي. نسحب المعادلة تمام. نراجع برضو هنلاقي ان المعادلة ان شاء الله مظبوطة. يوم 1/1 ادهم علي مفيش مبيعات، ويوم 2/1 كذلك، يوم 3/1 في مبيعات 70 و80 150 مجموعهم هنا بالظبط، ويوم 4/1 في مبيعات 100 و110 مجموعهم 210. نفس الخطوات ممكن نطبقها على منتج تاني زي منتج الكمبيوتر تمام، وممكن بمعايير مختلفة حسب المعايير المطلوبة مننا عشان بناء عليه نقدر نحدد المجاميع اللي احنا محتاجين نعرفها. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده. نتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا، ولو في اي حد عنده استفسار يشرفنا بالتعليق على الفيديو وان شاء الله هنرد عليه. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تتابعوا دروسنا اول باول، وان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.